يا ترى مين فيكم يعرف اصل كلمة حواوشي؟ اللي عايز يعرف خليكم معايا. معكم منى بيبرس، صفحتنا تيتا الصغننة اللي فيها الخلاصة، اللي فيها من الاخر، اللي فيها عصير الدماغ، عصير الكتب في كوباية صغننة من توتا الصغننة. اصل كلمة الحواوشي دي كلمة مصرية. الحواوشي ده مصري اصيل. زمان واحد كان جزار اسمه الحاج محمد مصطفى الحواوشي. عمل ايه؟ عزم ناس على لحمه، حط عليها بهارات وتوابل وحطها في عيش وحطها في الفرن. عجبت الناس جدا بس استغربوها. بعد كده بدأ الناس يطلبوها، فبدأ يبيعها ويعملها، والناس عجبتهم جدا. المصريين اعجبوا بيها بس ما كانوش عارفين يسموها ايه. في الاخر رايحين فين؟ عند الحاج حواوشي. بقت الرغيف الحواوشي اسمه حواوشي على اسم الحاج حواوشي. والحاج حواوشي مش اول واحد. الزهايمر متسمي على اللي اكتشفه، والبنسلين متسمي على اسم اللي اكتشفه، والبسطرة متسميه على اسم اللي اكتشفها. يا رب تكون المعلومة